النهارده يا جماعه بكره باذن الله طالعين نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ انا عايز اسمع صوت الرجاله. انت مش مجرد طالع هم الامن لو سمحتوا يا جماعه. انت مش مجرد طالع من بكره عشان تامن وتعمل. انت بكره باذن الله بتفتح باب الحريه لشعب بالكامل. شعب فقد صوته لمده 30 سنه. ما كانش عارف ينطق. بكره اول يوم الشعب ده يستطيع ان يقول رايه بمنتهى الصراحه، سواء بالرفض او بالقبول. احنا مالناش دعوه يقول ايه، لكن احنا في رقبتنا امانه ان احنا امنا ان كل الصوت يوصل صح، ما يتغيرش فيه حاجه. القوات المسلحه قبلت ان تتحمل الامانه. وهفكرك بكره بعد ما تطلع من جيشك وتقعد في وسط ولادك وتفتخر وتفكرهم ان كل واحد فيكم قدر يغير في تاريخ مصر الجديد. كنت انت واقف على دبابة بتحمي يوم 25 يناير الثورة. كنت واقف فوق مدرعة بتجري ورا واحد حرامي او بلطجي. كنت واقف في كمين بتقبض على مسجون هربان. كنت واقف بتبني كنيسة مع زميلك. من النهاردة مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، مفيش حاجة اسمها جيش وشرطة. كلنا واحد، كلنا وطن، كلنا مصر. من النهاردة بتاخد ايد اخوك وتقول له تعالى قول رأيك، تعالى اتكلم، واحنا امنا ان احنا هنوصل صوتك بمنتهى الامانة. النهاردة بيشاركونا وزارة الداخلية ووزارة العدل. وزارة الداخلية اللي تحملت الكثير معانا ولسه الوطن محتاج منه الكثير. وارجع اقول لهم انا جايب معايا 1000 اسد، مش مجرد 100 راجل. واحنا قد المهمة دي يا رجالة. واسمحوا لي مرة تانية اقول من النهاردة كل شيء هيمشي صح. وعايزين نوصل صورة ان زي ما بنتعامل مع الناس دايما ودائما بمنتهى الاحترام والادب، ان القوات المسلحة لها انياب واظافر، وانيابها ليست لا تكشر بها فقط ولكن تفترس الفاسد وكل من يحاول يفسد جو باكر ان شاء الله. احنا عايزين نلتزم بمهمتنا، نوصل صوتنا، نكون امناء على صوت الشعب اللي بقاله 30 سنة ما بيتكلمش، ننفض تراب 30 سنة عن مصر ونبني بلد جديدة. واسمحوا لي مرة تانية ان انا اديلكم التحية وبشكركم جزيل الشكر على الدور اللي انتوا قمتوا بيه لحد دلوقتي، وهتكملوا لحد ما نوصل بمصر لبر الامان. وشكرا يا فندم. اي طلبات؟ اي اوامر؟ شكرا يا رجاله.